الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عيد سعيد، كل عيد سعيد، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، ونتمنى لهم موفور الصحة والعافية والمزيد من السعادة ان شاء الله والرقي لبلدنا العزيز. وكما أشرفنا اليوم بمعية السلطات المحلية على انطلاق قافلة تحسيسية تحت إشراف يعني مديرية الحماية المدنية، وذلك من أجل التحسيس من مخاطر موسم الاصطياف، مخاطر الغوص يعني العوم والسباحة في المناطق في البرك، بالإضافة إلى المخاطر اشتعال النار على مستوى الغابات، بالإضافة إلى المخاطر يعني السباحة في المناطق الوعرة والصعبة. كل هذه يعني تكون فيها قافلة تحسيسية من أجل الحد من هذه المخاطر. بالإضافة أود أن أعرج على مسألة اقتناء المواشي المستوردة. البارحة يعني اليوم 30 أبريل كنا بمعية زميلي والي ولاية عنابة استقبال أول دفعة من المواشي من رؤوس الماشية التي استقبلتها يعني البارحة على مستوى ميناء عنابة، حيث استفادت يعني بصفة عامة استفادت الولاية من حصة تقدر ب 12684 رأس ماشية مستوردة، والبارحة كانت عندنا حصة وهي 2100 رأس ماشية. هذه الماشية تم تحديد نقاط البيع بالإضافة إلى نقاط الحجر الصحي. الحجر الصحي كما تعلمون أنه يخضع إلى شروط الصحة الحيوانية، وعلى مستوى نقطتين، نقطة على مستوى ولاية عنابة ونقطة على مستوى بلدية الشط هنا في ولاية الطارق، وهذا تمتد لمدة 5 أيام. عندما تتوفر كل شروط الصحة الحيوانية بعد 5 أيام يتم فحص هذه الماشية ويتم تقرير يعني القرار يتخذه البياطرة دكاترة البياطرة على عملية البيع. يعني عملية البيع سيتم بها الأسبوع المقبل إن شاء الله، ريثما تتم مرحلة الحجر الصحي. هذه كمرحلة أولى 2100 تم تحديد لها 6 نقاط بيع على مستوى الولاية. احنا حاولنا نراعي المسافات بين كل دائرة ودائرة، يعني حاولنا أنه نراعي شروط الصحة الحيوانية بالإضافة على المستوى الأول، ثم شروط أنه تكون قريبة للمواطن وتكون بعيدة على نوعا ما على المحيط العمراني لكي ما يكونش فيها إزعاج يعني على الساكنة. وفرنا كل الشروط بالنقل العلف يعني على مستوى هذه النقاط. كل الأمور مضبوطة. سيتم استقبال دفعات تباعا على مستوى من ميناء عنابة، ويتم إخبار المواطنين ومواطنات ولاية طارف يعني موعد البيع اللي قلت أنا يبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني نظريا راح يبدأ يعني يوم 5، ولكن هذا يقعد مرهون بشروط الصحة الحيوانية.